بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هتكلم النهاردة إن شاء الله على شيخ محمد طه مدبولي والدي رحمة الله عليه، من وجهة نظر ابنه الكبير، دوره هو أب. الأب هنتكلم عن إزاي كان أب حازم، لكن كان حنين جدا. الأب كده كده هو يعني دوره مش هو اللي بيربي، اللي بتربي الأم، لكن دور الأب كبير جدا، لأن هو اللي بيختار الأم اللي هتربي دي، فليه مسؤولية مباشرة طبعا. وفي نفس الوقت هو بيلعب دور الإشراف. ربنا موزع الأدوار كده، يعني الأب بيتحمل المسؤولية المادية، وإن كان دلوقتي طبعا في الظروف الاقتصادية الصعبة أحيانا كتير بتبقى المسؤولية مقسمة على الأب والأم، لكن احنا بنتكلم على أيام بابا الله يرحمه، كان الأب هو اللي مسؤول ماديا، والأم هي اللي بتربيه. وفي وقت ما في المواقف اللي محتاجة مش قادرة تسيطر عليها الأم، أو محتاجة حزم أكتر، ممكن توصل الموضوع للأب، والأب يبدأ يتصرف بحزم وبحكمة. وفي مواقف تانية بتبقى لو حس ان هو يعني شد زيادة عن اللزوم، او قسي شوية، او اعتدى جسديا بطريقة اوفر، ممكن ان هو يعتذر ويبقى حنين، وما يتكبرش انه يعتذر لابنه ويرضيه. مش يقعد بقى ان انا الاب ومش انا اللي اعتذر وكده. فوالدي رحمة الله عليه، برغم انه كان في بعض الاحيان عصبي، ولكن كان لو غلط في عصبيته سهل جدا انه يعترف انه غلط، وانه يعتذر حتى لابنائه، عشان يرضيهم وما يزعلهمش ويبين لهم الجزء الحنين. لان والدي كان، او عامة يا جماعة العصبيين يبقى قلبهم أبيض جدا، ممكن ينفعلوا بسهولة لأسباب تافهة، ولكن بينزلوا على مفيش، وقلبهم بيبقى على لسانهم، يمكن من غير تفكير شوية. ولكن انت ما تخافش من العصبي ده، تخاف من الفهتان ده اللي ممكن يكون بيدبر لك حاجة في الخفا، مستني لك غلطة، أو منتظر لك يقعد لك على الواحدة، او اللي يبقى ناعم ويلدعك زي التعبان. طبعا الواحد من خبرته شاف انواع من دي كتير. فوالدي رحمة الله عليه، انا بقول لكم من سيرته الذاتية، ونحن الان في ذكراه السنوية، النهاردة 11 رجب، والدي وفاته المنية 11 رجب السنة اللي فاتت زي دلوقتي. كان بيوافق ساعتها 23/1/2024، وكان يوم 11 رجب. فالنهاردة 11 رجب، وانا بقول وبدي اجمل هدية. يمكن انا ما قدرتش بعد فترة قصيرة ان اتكلم على سيرته الذاتية، او حتى ان انا ادخل في قناته وابدأ احاول أكمل بأسلوبي مشواره اللي بدأه. وأنا أعتز جدا أني كنت صاحب فكرة أنه هو يدخل على عالم اليوتيوب يعني، وأتمنى أنه ده هتبقى في ميزان حسناته إلى يوم الدين، لأن الجيل اللي موجود حاليا مش بيقرأ، بيسمع أكتر. فحاولت ان هو الكتابين اللي ربنا كرمه وألفهم
ان هو يجعلهم صوتيين عشان الناس الشباب والناس اللي بتعتمد على السمع، الجيل الجديد يقدر يستفيد من علمه إلى يوم الدين. فأنا يمكن ما كنتش فاهم قوي والدي من وأنا صغير، ويمكن كنت بعتبره قاسي شوية وعصبي شويتين، لكن مش هتفهم ايه اللي في مخ باباك ومامتك إلا أما بتبقى مطرحهم وبتبقى أب أو بتبقي أم، بتفهمي قد إيه هم كانوا أكتر اتنين في الدنيا بيفكروا في مصلحتك، ولكن بطريقتهم وبسنهم، لأن السن بيفرق كتير جدا في نضج التفكير. وبتعرف قد إيه قيمتهم. لكن صدقوني مش هتعرفوا أبدا قيمة باباكم ومامتكم الحقيقية والفراغ الكبير اللي هيسيبوه إلا بعد رحيلهم. صدقوني إحساس باليتم أما بتفقد الاتنين، في إحساس مرير جدا باليتم، ما بيحسوش غير اللي فقد الاتنين مهما كان سنه قد إيه. أنت في احتياج دائم لوالدك ووالدتك، زي ما بيقولوا حتى لو كانوا عظم في قفة وما لهمش أي استفادة عملية في وقت ما، ولكن إن شاء الله بدعائهم وجودهم نفسه ليه سحر كبير جدا في حياتك. وزي ما بقول لكم الأب والأم دول نعمة كبيرة جدا جدا جدا، ما يعرفش قيمتهم حقيقة غير اللي فقدهم. وإحساس اليتم ده إحساس صعب جدا، وأنا بشفق جدا على الإحساس اللي بيحس باليتم ده في سن أصغر. كل ما يكون البني آدم في احتياج، أنت في احتياج دائم، ولكن كل ما بيكون أصغر السن أصغر، فقدتهم في سن أصغر، كل ما بيكون الإحساس ده أعمق وأشد. رحمة الله عليه ونفعنا وإياكم بعلمه، وجمعنا وإياكم معه ومع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.